أحسن صاحب عندي اختفى من سنة وأنا الوحيد اللي لاحظت. عايز أكتب ده دلوقتي وأنا لسه قادر، لأن الكلام هو الحاجة الوحيدة اللي لسه شايلاني. اسمه داني، كان اسمه داني. مش عارف أيهم صح دلوقتي، لأن كل واحد بسأله بيبصلي بالنظرة دي. عارفين البصة دي اللي بتبص بيها لحد بيحكي لك حلم بس في انتظار الكلام يخلص؟ بدأت الحاجة صغيرة صغيرة قوي لدرجة إني قلت لنفسي أنت بتتجنن. كان عندنا جروب واتساب 6 أشخاص، سنين من ذكريات. في مارس اللي فات فتحت المحادثة كنت بدور فيها على صورة داني نشرها لينا عند البحيرة. الصورة مش موجودة، مش اتمسحت، لا مش موجودة أساسا، عشان هي لو اتمسحت كان هيبان إنه تم حذف هذه الرسالة. لا، هي ببساطة أكنها ما حصلتش، أكن حرفيا مية بتتفق حواليها حجر واتشال من جواها. سألت جروب إيه اللي حصل لصورة داني عند البحيرة. 3 منهم عملوا لايك على رسالتي ومحدش رد غير بترو. كتب مين؟ فكرت انه بيتريق. بترو راح شقة داني 50 مرة على الأقل، وأنا اتعلمت القاعدة الأولى. وعايزكم تتابعوا معايا حبة القواعد دي، لأنها الحاجة الوحيدة اللي مخلياني ما اتجننش. القاعدة الأولى: لو ما قلتش اسمه بصوت عالي محدش بيذكره خالص. جربت أسبوع كامل مذكرهوش ولا مرة في الأسبوع ده، لا زمايله ولا أخته ولا حتى الباريستا اللي كان عارف أوردره. محدش قال كلمة واحدة عن إن داني موجود. الصمت ده مش صمت حزن، الصمت ده له شكل ناعم، كأن الجذور قصت من نجيلها. فبدأت أقول اسمه بصوت عالي كتير كمان عشان أجبرهم يفتكروه. وأنا اتعلمت إنه لما بقول اسمه بصوت عالي الأمور بتتوخم بسرعة. ودي كانت القاعدة التانية. رحت شقته، اسمه كان في عقد الإيجار، وأنا بنفسي وقعت معاه توقيعي موجود، بس السطر اللي المفروض يكون فيه اسمه كان أفتح شوية من باقي الورقة، كأن حد مسحه بجومة ووقف في النص. لسه ممكن تقراه لو ميلت الورقة ناحية الشباك. لحد ما رجعت البيت وفتحت الصورة كنت مصور العقد، بس الصورة العقد بس كان فيه توقيعي. السطر اللي المفروض داني كان يوقع فيه كان فاضي. غريبة. رحت عشا عند أمه، هي عارفاني من لما كان عندي 9 سنين. قعدت على الترابيزة، حطت 5 أطباق وإحنا 4 بس اللي بناكل هناك. حطت الطبق الخامس ورجعت خطوة لورا، بصت فيه وقعدت وقت طويل قوي بتبص فيه، أكن حد بيحاول يتهجى كلمة نسيتها. بس بعدها شالته بإيديها اللي كانت بترتجف وحطيته تاني في الخزانة من غير ما تقول ولا أي حاجة. ولحظتها فهمت، هي مش بتنساه، جزء منها بيحارب عشان ينساه وبيخسر، وده بيوجعها وهي مش عارفة ليه. عندي رسالة صوتية، آخر رسالة سابها لي شايلها من سنة، بعيد حفظها كل 30 يوم عشان شركة الموبايل ما تمسحهاش. شغلتها الليلة دي عشان أسمع صوته. العداد بدأ يمشي 41 ثانية، نفس المدة دايما. بعدين سكوت في ال41 ثانية دول من الصمت، وبعدين صوت النهاية. الدليل مش بيختفي، الدليل بيتفرغ. دي كانت القاعدة التالتة. عقد الإيجار لسه موجود، فاضي بس في مكانه اللي كان هو فيه. الرسالة الصوتية لسه بتشتغل وفي سكوت. الصورة لسه في موبايلي، 11 صورة بس. في كل صورة الناس اللي واقفين جنب داني لفوا دماغهم كلهم بيبصوا الفراغ اللي هو كان واقف مكانه. صورة البحيرة لقيتها أخيرا في نسخة قديمة. بيترو بيضحك بكل قلبه، مايل ناحية كتف مش موجود، عينه موجهة ناحيته. فاكر إني فهمت ليه على المحصن، وده جزء من اللي محتاج حد أذكى مني يتأكد منه. أنا اللي عرفت داني على كل واحد بينساه دلوقتي. بيترو ومراته زمايله وخطيب أخته كلهم اتعرفوا عليه من طريقي. أنا الأصل، والحاجة دي تمسح الفروع الأول. أنا الجسر، أنا الأخير. الأسبوع اللي فات عملت حاجة اللي كنت خايف أعملها. هيبقى عندي دليل لو قدرت أخلي شخص واحد بس يفتكره فعلا، مش الصمت الناعم ده، يفتكر البحيرة والضحكة وال41 ثانية. هيبقى عندي دليل. رحت لأمه، جبت العقد، الصور الفاضية، كل حاجة. قعدت معاها وقلت اسمه ووصفته لها ساعتين. بوصفه لها الكلب اللي كان عنده وهو صغير، إن التعويرة اللي كانت في صباعه، طريقته في وهو بيقول على فكرة قبل ما يقفل الخط. كنت بشوف وشها طول الوقت، شفتها بتحارب. والساعة 11:40 بالليل حاجة اشتغلت في عينيها، نار كده صغيرة في عينيها كده بتولع. حطت ايديها على بقها وقالت داني، يا ربي داني، ازاي انا ممكن. وحسيت بيه، حسيت في اللحظة دي اللي قالت فيه اسمه دفى بدأ من ورا صدري واتنشر. والثانية واحدة غبية مرتاحة قلت لنفسي دي فرحة عملناها. ما كانتش فرحة. اليوم اللي بعديه اتصلت بيها، رد اخوها وقال لي
تعبت جدا في الليل تسأل باستمرار عن ابن ما كانش عندها. الدكاترة بيعملوا لها تحاليل دلوقتي. رحت، مش عارفاني. بصت في نفس الوش الناعم الأملس اللي كله بيديهولي لما بذكر اسم داني. افتكرته، وهو ده اللي خدها. الحقيقة إنه طول الوقت كنت غلطان. ما كانش ده نسيان خالص. النسيان هو العلاج، والافتكار هو المرض، وأنا المريض الأول. كل اللي نسيوا داني بخير، مبسوطين. بس امبارح عديت العدوى لست عندها 60 سنة. ما كانتش عاوزة حاجة غير إنها تحط العدد الصح من الأطباق. بحس بيها بتتنشر دلوقتي، منها لأخوها اللي مسك ايديها وسألها مين داني، اللي دلوقتي الصبح بيبعتلي على الواتساب بيسألني لو كنت عارف ابنها. ما كانش عندها ابن، بس في دفع على شكل داني بيتحرك في كل اللي لمستهم. وده جاي مني أنا، وأنا اللي اديت له العدوى دي من غير ما أفكر. ده اللي مقلتوش لحد. الدفع اللي ورا صدري ما فشش لسه هنا. مش حاسس إني بموت، لأ، كنت مستنيك حسسني بكده. بس هو بيحسسني بعكس كده تماما. بيحسسني بالحيرة، البحيرة نفسها، بالمية الباردة وضحك داني إن محدش فينا هيمشي أبدا. بيحسسني كأن في باب، ورا الباب ده كل اللي حبيتهم، وأنا الوحيد اللي لسه واقف في الكورة، شايل عقد إيجار، مصر على الأسامي. هوقف أعيد حفظ رسالة الصوتية حتى لو مفيش صوت. لو بتتفرج على ده مش فاكر حد اسمه داني، كويس. ده معناه الأمور اشتغلت، وانت بأمان. قفل الشاشة وامشي خلاص. حط العدد الصح من الأطباق وبس. وصلت الآخر وحسيت بدفء بيبدأ ورا صدرك، صغير زي لهب. أنا آسف، انت كمان افتكرته على فكرة.